المحارة زي ما قلنا ان المحارة هي عصب التشطيب بتاعي، وخصوصا الدهانات، مسؤولة عن جودة الدهان وكمية الخامات المستخدمة في تأسيس الدهانات وخصوصا المعجون. المحارة بتساعدنا على تسوية الحائط ومعالجة عيوبه والتشوهات وضبط الميول في بعض الأحوال لو الميل 1 إلى 2 سم. طب لو عندي الميل كبير بدعم المحارة بتاعتي بألياف أو شبك حديد، أو إن أنا ببني بالطوب وبعدين بعمل عملية المحارة. ليه؟ لأن سمك المحارة لو زاد عن 5 إلى 6 سنتي بتسقط أو بتقع. طب لو أنا اضطريت إن أنا أعمل محارة بسمك كبير مثلا 5 سنتي، في الحالة دي بضطر إن أنا أعبي على مرتين، بعبي مرة استناها تنشف وأعبي مرة التانية وبعدين بساوي في الآخر الحيطة ببعضها. طيب إيه سبب التشوهات ديت وإزاي أتجنبها؟ سببها هو عملية البناء أو الخنزيرة، فمهم إن أنا أستلم الزوايا في مرحلة العظم سواء بناء بالطوب أو شد الخنزيرة اللي هي الأجساد بتاعة الأعمدة والقواعد في الأساس. بالنسبة لي سمك المحارة المشهور أو المعتاد من 1.5 ل1 سم كسمك، إنما كرنج 1.5 ل2.5. أنواع المحارة، ودي الطريقة اللي المحار بيشتغل بيها وعلى أساسها بيتحدد السعر بتاعي للمحارة وجودة المحارة بتاعتي. في عندي دراع على أبوه، في عندي تربيع وزاوية، في عندي تأكيس وتربيع. دراع على أبوه تسوية الحائط وإهمال ضبط الزوايا، بمعنى مثلا أنا عندي غرفة أهو فيها ميول، يعني هي الغرفة المفروض بتاع مستطيلة فطلع فيها ميول، في عيوب في المباني أو في الخرسانة أو في الخنزيرة بتاعتي. هيجي بقى يمحر هيعمل إيه؟ هيظبط لي استواء الحيطة دي بحيث إن أنا أشوفها كده أحسها مستوي، والحيطة دي أشوفها كده أحسها مستوي، وهكذا في باقي الحوائط. إنما الزوايا أجي أبص ألاقيها إيه؟ فيها مش قايمة، الزوايا مش قايمة. طب ده بيأثر معايا في إيه؟ مثلا أجي أعمل بلاط، البلاطة بدأت معايا هنا بسمك صغير او بعرض صغير لقيتها بتكبر معايا. اجي مثلا اعمل سقف معلق، اجي مثلا ابدا من هنا او هنا الاقي الالواح هيبقى فيها ميول فمش هتكون موزونه معايا. وكمان في الفرش برضو ما هتبقى شكلها باين. دي لو انا عندي تشوهات كبيره في الحوايط. اما لو كانت التشوهات مناسبة، اما لو كانت التشوهات مش عالية قوي فمش هيبان معايا قوي. بالنسبة للاوبشن التاني اللي هو تربيع وزاوية، تربيع كل غرفة بمفردها مع وضع الزوايا في الاعتبار بحيث تكون قايمة. يعني مثلا انا عندي شقة اهي، فبيجي بيدخل بتاع المحارة هو بيمحر لي الغرفة دي الواحدة ودي الواحدة ودي الواحدة، ماليش دعوة بالصالة او بأي غرفة بالتانيين، كل غرفة مستقلة بنفسها. يعني مثلا أنا عندي ميول في الحيطة اهي، لما بيجي يمحر هيجيب لي إن الضلع ده هيساوي الضلع ده بيوازيه، والضلع ده بيساوي الضلع ده بيوازيه، والزوايا قايمة. يعني هي كانت مايلة كده، لما يمحر هتصبح قايمة كده. أجي أفرش بقى أو أعمل أي حاجة خلاص مظبوطة معايا زي الألف. طول ما أنا ماشية العرض بتاعي بالنسبة للسيراميك مستقيم، وكذلك بالنسبة لما اجي اركب سقف الخطوط هتبقى ماشية على طول. تأكيس وتربيع، دي تطبيق قاعدة المستطيل، كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول والزوايا قايمة. بمعنى انا داخلة اهو الشقة بتاعتي، لما اشتغل بالطريقة دي فعلا الضلع ده هيوازي الضلع ده، هيوازي الضلع ده، هيوازي الضلع ده، والضلع ده هيوازي الضلع ده، هيوازي الضلع ده، وكل الزوايا في الشقة قايمة. طيب ايه الفرق بين ده وبين التربيع والزاوية؟ بس الفرق مثلا ان هو انا مثلا ماشيه في الريسبشن وببلط في الريسبشن والخط بتاعي ماشي على طول. هاجي مثلا في الاوضه طبعا الطرقه متمحره ملهاش علاقه بالاوضه، وكذلك كل اوضه ملهاش دعوه بالتانية. فممكن مثلا يبقى في عندي عيوب في الغرف، فاجي ماشي هنا مثلا خط وابدا السيراميك من هنا يجي يظهر لي السمك هنا. ده في حال لو كان في ميول صعبة في الشقة. المعابر بتاعتي بالنسبة للأبواب كلها في التأكيس والتربيع هتطلع بعرض واحد وماشية مع بعضها بالظبط. أما في حالة التربيع والزاوية احتمال عندي إن أنا لما أمشي كل غرفة الواحدة إن في غرفة يبقى سماكة المحارة بتاعتها أكبر من التانية، فبالتالي الحلوق بتاعتي مش هتبقى قد بعض. وممكن عندي الحلق يمشي مثلا من بره بصور الحيطة ومن جوه اجي ابص الاقي المحارة بتاعتي طالعة مثلا بارز او في مشكلة. فده بالنسبة لي تأكيس والتربيع ده السوبر معايا في التشطيب. اما التربيع والزاوية المتوسط لو مفيش اي ميول جامدة قوي فبالنسبة لي هيبقى بيرفكت. اما لو في ميول هتبان معايا بالنسبة للمعابر في الابواب ان كل الحلوق هيبقى فيها عيوب، او البلاط بتاعتي